اللي بتشوفه قدامك ده يا صاحبي دلوقتي اهداف فريق بلديه المحله ضد نادي سيراميكا كليوباترا في الجوله اللي لسه خلصانه دي من عمر الدوري المصري. حد يقول لي استنى بس يا دوله، بص على الشاشه كده اللي بيتعرض ده اهداف نادي يانج افريكانز. اقول لك والله ما اختلفت كتير. طبعا انت تستغرب من الكلام، لا ما تستغربش، لان ماتش بلديه المحله بكره في تمام الساعه 7 مساء ملمس في ملفات كتيره جدا، وتحديدا ملفات فنيه لازم هيشتغل عليها مارسيل كولر لانها قريبه جدا من الملفات الفنيه اللي لازم يتعامل معاها في مباراه يانج افريكانز. ما تستغربش لان كل النقاط اللي هنتكلم فيها فنيا النهارده تقريبا ملمسه بشكل كتير مع فريق يانج افريكانز. عشان كده ايه الاهم اللي هنجاوب عنه في حلقه النهارده؟ ايه نقاط القوه الخاصه بفريق البلديه، ايه نقاط الضعف، وايه الهدف الاهم لمارسيل كولر من ماتش بكره ان شاء الله. يلا بينا عشان نعرف كل ده. قبل اي حاجه وبدون اي مقدمات، الدعاء لاخواتنا في فلسطين بنصر قريب، اللهم ارحم كل موتانا جميعا وارحم ابي واغفر له يا رب. وتعالى يلا بينا نتكلم على فريق الغزل. بكره ان شاء الله الفريقين هيتقابلوا في جوله مؤجله من عمر الدوري المصري، وتحديدا الجوله الخامسه. النادي الاهلي داخل ماتش بكره ان شاء الله في المركز العاشر من 6 ماتشات بس وعنده 14 نقطه، في حين ان نادي بلديه المحله داخل الماتش بكره بيلعب الجوله ال 13 بالنسبه له، عنده 13 نقطه وموجود في المركز ال 13. لو جينا اتكلمنا عن نقاط القوه الخاصه بفريق البلديه هتلاقيه اعتماده الاول دايما على راس الحربه المزعج حسام اشرف لاعب نادي الزمالك المعار ليهم. في اخبار بتقول ان هو راجع بنهايه الموسم لنادي الزمالك مره ثانيه. حسام اشرف مالك في نقطه التحرك في المساحه ما بين قلوب الدفاع وما بين محاور الارتكاز، بيعرف يتحرك في المساحه دي بشكل كويس جدا، سواء عشان يوسع لنفسه زوايا تسديد او يستلم الكره بشكل مستريح او يفتح زوايا اختراق بالنسبه لزمايله وتحديدا الاطراف الهجوميه الوينج اليمين والوينج الشمال. وقدر ان هو يسجل اهداف كتيره جدا من داخل وخارج المنطقه في المنطقه دي تحديدا. الخريطه الحراريه بتاعته بتقول ان هو في الحته دي دايما متحرك بشكل مزعج، ودي نقطه مشابهه جدا لفريق يانج افريكانز اللي بيعتمد على نقطه قوه ثانيه مشابهه برضه لفريق بلديه المحله، وهو ان هم بيعتمدوا على تحركات المهاجم في اختراقات الاطراف. دايما حسام اشرف بيهرب بره منطقه الجزاء يروح ساحب معاه الاثنين قلوب الدفاع، فده بيعمل مساحات كبيره جدا ما بين قلوب الدفاع وما بين الاظهره، بيبقى في انصاف مساحات كبيره جدا. اظهره المحله او الوينجات الهجوميه بتاعتهم بيخترقوها بشكل كويس وبيعملوا منها خطوره كبيره جدا، وقدروا منها ان هم يسجلوا اهداف كتير خلال الموسم الحالي. يكفي ان انا اقول لك ان حسام اشرف نجم الفريق الاول بتسجيله 8 اهداف بالتمام والكمال. ليه بقى المشكله دي تعتبر اكبر مشكله عندنا؟ لان لو جينا اتفرجنا على ماتش النادي الاهلي قدام ميدياما هنلاقي ان دي اكبر نقطه ضعف كانت موجوده مع الفريق، رغم ان احنا غيرنا من منظومتنا ولعبنا ب 4-4-2 بوجود 2 محاور ارتكاز رقم 6 عمرو السوليه وكريم نزفت. كان دايما عندنا مشكله في ان في مسافه كبيره ما بين الاثنين محاور الارتكاز وما بين الدفاع، ودي اللي استغلها فريق ميدياما في انه بيشكل الهجمات خطيره جدا على النادي الاهلي من المنطقه دي، او بيلعب الكوره بشكل اكتر اريحيه بالنسبه للاطراف. طبعا احنا الماتش بتاع بكره متوقع ان النادي الاهلي يرجع لتشكيله الاساسي مره ثانيه 4-3-3 بوجود مروان عطيه وحيد في محور الارتكاز. فبكره منظومه النادي الاهلي هتكون في اختبار قوي جدا ازاي تدعم مروان عطيه في الكثافه اللي هتكون موجوده عليه بكره. زيد على كده كمان بكره من المتوقع ان يبقى في غيابات كتيره جدا على مستوى خط الدفاع للغيابات الكتير. احنا بنتكلم دلوقتي في غياب ياسر ابراهيم بشكل مؤكد بنسبه 100%، في اخبار عن غياب محمد عبد المنعم، وبالتالي انت بتتكلم عن خط دفاع مختلف تماما، وهو ده اللي هنتكلم عنه في التشكيل في الجزء الثاني. ان كانت دي سريعا نقاط القوه اللي اتكلمنا عنها بالنسبه للفريق الخصم بتاع بكره. ايه نقاط الضعف؟ اقدر اقول لك فريق البلديه المحله فريق بيحب يمتع نفسه، فريق بيحب يلعب كره هجوميه، عشان كده في وسط اندفاعه الهجومي ده اي فريق بيريح على بلديه المحله بكثافه عدديه في خط الهجوم بيعمل لهم مشاكل، والله بقى من ضربات ثابته، من هجمات مرتده، من توقعات لزياده عدديه من لعيبه هجوميه داخل منطقه الجزاء. اي مشكله ممكن تتخيلها هتجيب مع فريق بلديه المحله على المستوى الدفاعي. وهنا قبل ما اكلمك عن التشكيل، ايه الهدف الاساسي للنادي الاهلي من ماتش بكره؟ هدف وحيد واهم هدف هو حسم المباراه من الشوط الاول. بنتكلم عن ان فريق يانج افريكانز هيواجه النادي الاهلي يوم الجمعه اللي جاي براحه سلبيه 5 ايام بالتمام والكمال. انت وانت بتواجه بلديه المحله ما بين ماتش البلديه وما بين ماتش يانج افريكانز بنتكلم عن يومين بس راحه قبل المواجهه المصريه، وبالتالي انت محتاج تحسم وتريح كل العناصر بتاعتك مع نهايه الشوط الاول، والشوط الثاني بقى والله تاخده واحده واحده كده بعناصر عايز تجربها انت ومزاجك بقى. عشان كده لو جينا اتكلمنا في الجزء الاخير عن تشكيل النادي الاهلي المتوقع بكره ان شاء الله، مصطفى شوبير في حراسه المرمى. لو جينا اتكلمنا عن قلوب الدفاع اكيد رامي ربيعه هيكون حاضر، وارد جدا نشوف مفاجاه كبيره بوجود عمر كمال عبد الواحد كقلب دفاع، لكن اتمنى ما فيش مشاكل يعني ان احنا ممكن نشوف محمد هاني بكره جنب رامي ربيعه، خاصه ان الاثنين شاركوا بشكل كبير جدا في المركز ده. حد يقول لي طيب يعني معنى كده ان احنا نشارك عمر كمال عبد الواحد على مستوى الظهير الايمن؟ اقول لك لا، بكره لازم اكرم توفيق هو اللي هيكون مشارك لسبب مهم جدا. محمد هاني غايب عن مباراه يانج افريكانز اللي جايه، عشان كده انت لازم محتاج ترجع الثقه مره ثانيه لاكرم توفيق في واحد من المراكز اللي لمع فيها مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه قبل مواجهه مصريه. علي معلول هيكون موجود على الطرف الشمال، مروان عطيه هيرجع كمحور ارتكاز مره ثانيه، ثنائي محاور ارتكاز رقم 8
قدام مروان عطيه زي ما بعرض عليك كده هيكون موجود عمرو السوليه وامام عاشور. الخط الهجومي ممكن نشوف فيه تنوع كبير جدا بكره. اتوقع وسام ابو علي هيبدا اساسي بكره ان شاء الله. وارد جدا نشوف حسين الشحات ممكن على الطرف اليمين ورضا سليم على الطرف الشمال، اللاعب المغربي اللي محتاجين نستفاد منه في مباراه يانج افريكانز. او وارد جدا نشوف رضا سليم يبدا موجود على الطرف الشمال، وكمان هيكون موجود كريستو على الطرف اليمين، لان باي حال من الاحوال في المعادله الهجوميه بتاعتنا لازم بيرسي تاو يريح في ماتش بكره عشان يكون عنده جاهزيه افضل في ماتش يانج افريكانز ان شاء الله. ده التشكيل المتوقع بالنسبه لي. انت كمان اكتب لي رايك في التعليقات وتوقعاتك لنتيجه الماتش، وهنتقابل في حلقه بالليل ان شاء الله مع جديد اخبار النادي الاهلي على البيدج الاساسيه والقناه الاساسيه، وهتكلم كمان عن توقعاتنا نتيجه الماتش وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بعد شويه ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.